السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. نشرت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك خلال الساعات الأخيرة صورة لفتاتين، إحداهما متشردة يبدو عليها المرض والجنون وتنام في الشارع بمدينة براقي في الجزائر العاصمة. هذه الفتاة قيل إنها تشبه كثيرا الطفلة آية المختفية منذ حوالي شهرين بولاية تبسة، حيث خرجت من المنزل وهي في حالة هيجان وغضب. لذا يرجى من عائلة الفتاة التنقل فورا للتعرف عليها، وإن كانت هي فيجب ترحيلها فورا والتكفل بعلاجها اللازم. أما الفتاة الثانية فقد اختفت هي الأخرى في ظروف غامضة. هذه الفتاة تدعى نور الهوى صافية، قيل إنها مراهقة تبلغ من العمر 15 سنة، وخرجت من منزل عائلتها منذ 4 أيام من ولاية تيارت، ولم يظهر لها أي أثر بعد ذلك. فيرجى من كل شخص شاهدها أو تعرف عليها إبلاغ الجهات الأمنية فورا أو الاتصال بأرقام العائلة الظاهرة على الشاشة، وأجركم على الله.